日本式教育は知、徳、体を一体として学校教育すべての中で授業だけではなく全体を通して育てるという教育です。في المدارس المصرية اليابانية الطالب هو محور العملية التعليمية. بيهتموا بكل الجوانب اجتماعي ونفسي وتربوي. بقى عنده شخصية وعنده رأي. بيعلم الآخرين في الخير. الولاد فعلا مختلفين عن باقي الولاد اللي في الجيل. قادرين إن هم يحلوا أي مشكلة. بيركزوا قوي على المواهب. بنتي صغيرة بتمثل في المدرسة وبترسم وبتطبخ وبتغني. أكتر حاجة بحبها في المدرسة هي التوكاتسو. ده النظام اللي المدرسة ماشية عليه. بالنسبة لي ده أسلوب حياة. التوكاتسو ده بيتقسم لقسمين، واحد اسمه مناقشة توجيهية والتاني اسمه مجلس فصل. بعد البريك في وقت مخصص لتعليم الطلاب النظام والنظافة، ومن نفسهم كده بقوا بيطبقوا في البيت. احنا هنا بنحافظ على الهوية مع المادة العلمية مع تنمية الشخصية نفسها، وبالتالي بتنعكس عليه في البيئة الخارجية ليه، في الأسرة، في الشارع. دي المعنى الحرفي للتربية قبل التعليم. المدرسة المصرية اليابانية من أحسن المدارس في بني سويف، في الفيوم الجديدة، في ميت غمر، إسماعيلية، في السويس، في 6 أكتوبر، سورو 3، في دمياط، في الشيخ زايد. من أفضل المدارس في طنطا. من أحسن مدارس موجودة في الفيوم. المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية في كل محافظات مصر، مدارس بتنمي الشخصية والمهارات الفردية والجماعية، وكل يوم بتزيد وبتتوسع عشان تستوعب أعداد أكتر. مدرسة مصرية يابانية، مستقبل الأجيال الجاية. المدارس المصرية اليابانية مستقبل الأجيال اللي جاية.